3 رصاصات حي من الداخليه. احنا كنا نازلين يوم 20 تاني يوم احياء ذكرى محمد محمود، كنا نازلين عشان يوم 19 ما جابش نتائجه، او ان احنا كنا لسه حاسين ان حق الناس ما جاش. احنا نزلنا تاني واصرينا على النزول، دخلنا الشارع ما كانش شبه ما فيش اشتباكات، كان في قوات هنا كده بالظبط، وكان في قوات ورا الجدار. دخلنا، كان حاولنا ضربوا علينا قنابل غاز، كان في مدنيين في المدرسه اللي ورا البنات، وحاولنا نقول لهم ان في مدنيين وقفوهم. كان في هنا كمان عند الجدار كان في قوات شرطه، وفوق انا كنت بكلم ضابط من فوق و بس، فراح بنتكلم فبقول له وقف وفي ضرب وكده، قال لي مش بايدي والله، فبقول له ايه اللي مش بايدك؟ ضربت 3 رصاصات. كان طبعا في ناس في اخر الشارع، ما لفيت فضلنا بس. فهي الفكره ان احنا المكان احنا لسه انت شفت اللي كان ضربنا. بيضربك؟ هو اللي لا ما شفتوش، بس هو كان في هنا بطول السور كده وكده قوات، وكان في هنا كده ال4 بلوكات اللي على الشمال واقفين دول فوق واقعين. المبنى اللي هو ده كانت عليه قوات بطول وعرض، يعني كل ده مم. وال4 بلوكات هنا دول كانوا واقعين وراهم قوات. بس كان تقريبا الضربه جت من هنا، ما كانتش من فوق لان فوق انا كنت باصص. بكلم الضابط، كان ضابط منهم طالع لبره كده، مش فاكر هو كان ماسك ولا لا عشان سالوني السؤال ده في النيابه. قلت له يعني بقول له في مدنيين والمدرسه اهي، بص انت، وناس كبار وبتاع، وده اغلب الكلام اللي بيتقال، بس هو ده فعلا اللي حصل، يعني كان فعلا في وكانت اصابتك قبل جابر ولا بعد كانت جابر؟ اصابتي قبل جابر تقريبا بساعه. هو جابر على حسب كلام بابا ان هو عرف ان حد اتضرب فنزل اتضرب، هو جابر تقريبا اتضرب في نفس المكان. احنا مش هنسيب الكيان ده يفضل وسخ، احنا هنفضل على الداخليه ما نطفتش، مؤسسات الدوله ما نطفتش. لو هنطلق، لو هنسقط النظام تاني عشان الدوله تنضف، فاحنا هنسقطه. احنا ما فيش حد اهم مننا، وطول ما احنا واقفين هنجيب حق الناس اللي ماتت ان شاء الله. بس